هذا بشار كذي. بشار عبد الله ما يشرب الا بالاخطاء. يا جماعه وين عادل رحموني؟ وينه؟ هتلاقي ظهره وجعه. ها؟ ظهره وجعه من امبارح، يقوم ويقعد يقوم ويقعد. ظهره وجعه ما قدرش يجي النهارده. صدى شد. ما قدرش يجي والله. صدى شد. لا شكله تعطل في الملعب، ممكن راح الملعب. يمكن مؤتمر صحفي. ترى انا خايف انه هو راح مشيرب للامانه، لان الجمهور المغربي مسوين مسيره كبيره في مشيرب، مسوين اجواء. طيب نتكلم عن مباراة السعودية والمنتخب المغربي. أنا كنت انتظر عادل الرحمون يجيني على أساس بس نتكلم. عمار شفت المباراة؟ شفت. يستحق الفوز المنتخب المغربي اليوم؟ الصراحة يستحق، يعني عمل مقابلة ممتازة. ممكن ضيع يعني بعض الأهداف، رجع عليه من حسن حظه. خلينا ولا نقول من حسن حظه أنه المنتخب السعودي ضيع ركلة جزاء. المنتخب المغربي اليوم صراحة أقنعني طيلة 90 دقيقة، ولو أنه معناها فما بعض العناصر اللي غايبة في المنتخب السعودي. يعني المنتخب السعودي لعب ناقص بعض العناصر، ولكن كنشوف في المجمل تاع المقابلة المنتخب المغربي عمل كل شيء في المقابلة، واليوم ظهر بأداء أفضل من نعم. من مقابلة عمان الحقيقة، وعمل خلينا نقولوا كل شيء وكان يستحق يعني الفوز. عادل الحمد لله على السلامة يا أخوي، ما أدري وين رحت أنت؟ ها؟ كنت في الماتش أنا عارف، بس تأخرت علينا. مبروك. ها؟ المترو. ها؟ بس محمد الأحمري كان في الماتش وجانا ووصل بسرعة. وانا دخلت المؤتمر الصحفي مع طارق السكسي. لا تقول لي مواصلات، قول لي انا دخلت في المؤتمر الصحفي. البس ميكروفونك وراح اجيك بعد شوي، لان محمد الاحمري كان في لوسيل وانت هنا في 974 في راس ابو عبود وراي. كلكم في لوسيل. ايش فيني اليوم ضيع انا. زين شباب. والله خالد انا اليوم شفت مباراة جدا جميلة، مباراة يعني فنية بحتة، واجمل ما في المباراة انه كلا المدربين محضرين المباراة بشكل كبير وشكل جميل. يعني لولا يعني بعض الاخطاء ممكن هي حتمت انه المنتخب السعودي يخسر المباراه، لكن المنتخب السعودي كان ند. وشيء ممتع انك تشوف المنتخب السعودي بفتره قصيره انه يقدر يعيد وضعه ويعيد حساباته ويظهر مثل ما احنا كنا متعودين عليه في السابق، بعمليه نقل الكره وانتشار والضغط العالي، وخصوصا المهاره الفرديه للاعبين. اللاعبين بداوا يكتبون ثقه كبيره. ابدا ما يعني ما نغفل المنتخب المغربي كيف أدى وكيف كانت أدواره داخل الملعب، والإصرار أن هم يريدون النتيجة واستحقوها بوجهة نظري. أنا أخذت الهدف وأبو جاسم الهدف. أنا بس مستمتع بوصول المنتخب المغربي هذه اللحظات. عادل مبروك الفوز والتأهل. الله يبارك فيك. وأعتقد على أن اليوم كان عرس كروي. أكبر رقم قياسي في البطولة من ناحية الجماهير، تقريبا 78,000 وشي حاجة تقريبا. صحيح. تقريبا 79,000. نعم. هذه أول حاجة. ثانيا ما أعجبني هو الروح الرياضية التي كانت تسود داخل الملعب ما بين الجماهير السعودية والجماهير المغربية. وكذلك عندما كنا في المؤتمر الصحفي، يعني الإعلام السعودي صراحة ولا أروع. يعني الأغلب الصحفيين السعوديين يرحبوا بنا أننا نزوروا السعودية، وبالتالي كان هناك يعني أخوة. كذلك أعجبني تصريح إيرفي غوناغ المدرب الفرنسي الذي قال بأنه معجب كثيرا بالكرة القدم المغربية، قضى معها 3 سنوات ونصف. شكر فوزي القجاع على ما فعله، وقال بأنه أنتم ستحصدون كأس العالم قريبا. وأنا أعلم عندما اشتغلت في المغرب مع المنتخب المغربي على أن يعني ما حققه إيرفي غوناغ مع المنتخب سواء في كأس إفريقيا 2017 بالغابون أو 2019 بمصر ثم كأس العالم في روسيا. وبالتالي اليوم كان هناك درس في الأخلاق الرياضية، في العروبة، في التعامل الجيد ما بين الجماهير المغربيه. انا خرجت شفت الجماهير المغربيه والسعوديه هازين اعلام السعوديه والمغربيه، يعني تبادل الصور، يعني الكل فرحان. كذلك الصحفيين جزاهم الله خيرا في المؤتمر الصحفي، يعني ما كانش هناك اسئله
يعني محرجة لكل مدرب، وبالتالي حتى الفائز بجائزة أحسن لاعب البركاوي الذي شكر الإعلام السعودي، خاصة أنه سجل الهدف، ويعني كان يعني كما كنقولوا خجول عشان يفرح لأن قضى ب5 سنوات بالدوري السعودي، وقال حرفيا أنا لاعب محترف، ربما قد أعود إلى السعودية مرة أخرى. وبالتالي اليوم شفنا أحسن مباراة على الإطلاق، لا في التقنية، لا في الانضباط التكتيكي للمنتخبين معا. صراحة يعني المنتخب السعودي كان ممتازا على المستوى التكتيكي، خاصة في الجولة الثانية لما أقحم إيرفي غوناغ 4 عناصر دفعة واحدة. كذلك لا ننسى أن اليوم طارق السكتيوي بعدما حسم التأهل رسميا إلى دور الربع كمتصدر للمجموعة، فصرح رسميا على أن هناك 5 غيابات مؤثرة للمنتخب الوطني، واستطاع أن بهذه التوليفة أن يلعب 3 مباريات وأن يجاري المنتخب السعودي كما قال أنه من المنتخبات القوية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الخليج، وكذلك منتخب الذي تأهل إلى كأس العالم ورجع من بعيد بعدما التحق إيرفي غوناغ بالمنتخب السعودي. هنيئا للكرة العربية على هذا المستوى الجيد اليوم، وهنيئا للإخوان السعوديين الذين سيواجهون إن شاء الله يوم الخميس منتخب فلسطين. صلاح السعدي هذا، تعال 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 جاي، تعال ابيك، تعال انت وين جايني؟ تعال في اي مباراة كنت اليوم؟ تعال طالب المنتخب العماني. ها برازيل الخليج. سلام ورحمة الله وبركاته. تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ هذا علي بن الشيخ، وجودك هذا اشهر مذيع عندنا مع الجمهور. عنده فقرة يقول لهم تعال. شفته يا شفته هو اللي يدير عندنا. ايش امورك؟ بخير كويس؟ بس الحمد لله. ايش اللي صار عليك؟ ربي يحفظك. نموت عليك. الله يحفظك. الله يا ربي، الله يا ربي، الله. يا ايش الاخبار؟ تعال ابيك عند حسام. تعال. السلام عليكم. خلطت هذا مغربي اللي تكلم. زين مغربي هاي. انت الحين عرفت الريال ولا ما عرفت الريال؟ ما شاء الله. كابتن الجزائر. طيب كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كويس؟ الله يعطيك العافيه. منور ما شاء الله. تكلم معه بالفصحى. الفصحى؟ اي نعم. تكلم. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. هل تعرف ان تقول تعال جاي تعال جاي؟ تعلم قل. قل تعال جاي. قل تعال جاي. ما انا جاي. يعني تعال هنا، تعال. فيان سي بالعربية. تعال هنا، تعال هنا. هذا قل تعال هنا. يلا هيا مع بعض. تعال هنا، تعال هنا. قل معي. لماذا زعلان؟ زعلان، طلع زعلان علينا. لا مو زعلان، لا. بس عصبي، شكله عصبي. لا بالعكس، من اطيب الناس والله. ما شاء الله. يعجبك. تبارك الرحمن. الله يحفظك دائما وابدا يا اخي العزيز. زين، شلون اليوم الجمهور كان؟ جمهور طيب، دائما رائع ومميز، وتفاعلنا معك انت مع منتخب عمان ومنتخب جزر القمر. منتخبكم الجميل. منتخبنا الجميل. فاز عليك الرواس اليوم وفزت عليك انا. فاز او سجل هدفين. ايوه هدفين فزنا يعني. ليس الفوز. مش مقتنع بالفوز؟ سجل هدفين ونحن جزر القمر هدف، ولكن لا يبدو انه فاز. سعيدا؟ انظر الي انه اسد السلطنه. العمان وجزر القمر. انظر الى هذه يا صلاح، انظر الى هذه الان، انظر الى اسد عمان الان حينما شاهد نفسه ماذا فعل؟ ايش بيسوي؟ اسد عمي. الله هذا اسمع، وحسام يوم حسام انتبه له ايش قال له؟ قال له اهدى لا تحت ناس كثير مش عارفين هناك، بعد اتفاقوا كلهم هم بيخبروهم بيصورونا تحت ناس بس كذا. عموما نحن رايحين في السياره، قلت له نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت. قلت له اليوم الحرب وانا قلت له سنعيد الامبراطوريه العمانيه، اسياد البحار، المحيط الهندي والبحر العرب وخليج عمان. تعال ياي بديتك رايح جاي. كمان جاي كمان تعال يا اسحب. السلام يا صلاح، يعطيك العافيه. هلا بصلوح حبيبي. الله يعافي عمرك يا رب.
نشأت كانت يتكلم عن حاله فنيه وانا قطعتك انه كان في الباص لا، لا. المغربي واصل. تفضل. المستوى الفني ابو جاسم، انا شفت حتى الهدف الاول اللي صار. الشيء الجميل انه الفريقين دا يطبقون واجبات بشكل جميل جدا. شوف المنتخب السعودي كيف يتحرك، شوف المنتخب المغربي كيف يتحرك وكيف ينقل الكره، ولا خطأ من كلا الفريقين، اذا كان السعودي واذا كان المغربي. شوف المغربي كيف يتحرك وكيف ينقل الكره. لاعب واحد ممكن انه يسهو بالمباراه هو ياثر بشكل كبير على الفريق ويأثر على مستوى الفريق. شوف هنا الضغط، كيف المنتخب السعودي كيف يتحرك وكيف ينتقل من جهه الى جهه. واحد بس، لاعب واحد يسهي عن الفريق ممكن يخرب المنظومه ويأثر بشكل كبير على المنظومه. صالح بالشامات سهى ثواني، مجرد ثواني استلم الكره اللاعب المغربي نقلها الى الامام. خطأ ثاني، الخطأ يولد خطأ اخر، من عندها صار هذا الهدف. شفت الهدف اني جدا جميل، لابد ان تعطي حقه اذا كان المنتخب السعودي او المنتخب المغربي. الاخطاء البسيطه، هذه الجزئيات البسيطه ممكن ان تاثر. لاعب ثانيه واحده ما يفكر مع المجموعه يطلع المجموعه كلها ويخلي المجموعه كلها تخطئ. خطأ صالح بالشامات، ما غطى، ترك هاي المساحه. بعدين خطأ اللاعب المدافع عبد الله العمري واستقبل هدف. بالمجمل الفريقين انا اشوفهم عبد الله العمري العفو، بالفريقين ادوا مباراه جدا كبيره، وطبعا اضاعت ركله الجزاء. هو الغريبه نشأة عتاب عبد الاله العمري بوشل اثناء الكوره. يعني هو ما استناش الكوره تخلص والهجمه تخلص، يعني اول ما الكوره اتقطعت تبص لف، ساب الكوره ولف بيعاتبه. كانت لقطه غريبه جدا. يعني بص كان باستطاعته يرجع صح. كان باستطاعته. شوف لو راكب من البدايه يصيدها. حتى لعب هو لعبها خطا. هو حتى من بين الكواليس اللي ربما ما عرفتش انا واش شفتوها في المؤتمر الصحفي، دخل اللاعب السعودي الذي ضيع ركله الجزاء. بنتكلم عنها بعد الفاصل. اوكي، عبد الله الحمدان. بنفصل لك اياها مثل ما تبغي. حاضر.